مباريات دور المجموعات على بركة الله هنا من استاد الدفاع الجوي. بيراميدز تيبي مازيمبي، ركلة البداية مع الفريق الكونغولي مع غربال. خسر نهائي دوري الأبطال طبعا مع الإسماعيلي أمام فريق نيمبا، لكنه توج مع الأهلي بهذه البطولة. وتسديدة تأتي الآن من جانب فاخر لاكي، مرت إلى أعلى المرمى. كان في الإمكان أفضل مما كان من جانب فاخر لاكي، كان ممكن يركنها على اليمين أو على اليسار. حاول التسديد بقوة في هذه اللقطة اللاعب الجنوب افريقي، كان لاعب وسط رائع جايمي باتشيكو في تشكيلة جيل من الأجيال الذهبية لمنتخب البرتغال. كرة في الأمام لمازيمبي، عرضية لكن سهلة في متناول الشناوي. يمسك الشناوي بكل كريم حافظ. هذه الإعادة للكرة اللي لعبها اللاعب رقم 7 كنزومبي، عرضية بحث الكرات حتى الآن في هذه المباراة. عبد الله السعيد لمسة في الأمام لفخر لاكي أمام منطقة الجزاء، يلعب كرة بعرض الملعب، وصلت إلى رمضان صبحي، خلصها رمضان من جديد لفخر لاكي، تسديدة خارج المرمى من جانب الجنوب افريقي، غريبة وعجيبة من جانب الجنوب افريقي. مرة أخرى يسدد بقوة بدون التركيز في التسديدة. أفضل أن يركز في التسديدة، أن تكون ما بين القابل والعارضة وليست القوة هي المهمة. طبعا لم يكن متسللا، نشوف، لا أعتقد أنه كان فيها تسلل على اللاعب الجنوب افريقي. طبعا فيش فار في هذه المرحلة من عمر هذه البطولة، الفار في الأدوار الأخيرة من هذه البطولة. هذه الإعادة من جديد، بس على الأقل يلعب كرة في الخلف، لكن ضغط عالي من جانب لاعبين مازيمبي، خلصوا الكرة على الجهة اليمنى. والهجمة الآن كيتا يلعبها عالية، أصبحت خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة مرور، مطالبة بركلة جزاء، تسديدة قوية. وأخطر هجمات الفريق الكونغولي أتت من فقدان الكرة على اليمين بكل سهولة، لكن برافو مهند لاشين، هذه فقدوا الكرة بكل سهولة. أحمد سامي لعبها تحت الضغط، ارتدت لكيتا، لعبها عرضية وحاول يبعدها سامي من جديد. هذه اللقطة اللي كانت فيها كرة مشتركة مع اللاعب أسامة جلال ولاعب مازيمبي. بعد ذلك التسديد اليمنى يلعبها مباشرة في المرمى، تلمس أي لاعب تدخل، ولا كريم يلعبها بالقدم اليسرى. عبد الله يلعبها لكن خارج المرمى، وحاول يلعبها قوية في الزاوية القريبة، لكن مرة تسديدته إلى ركلة مرمى لفريقه. مرة أخرى يلعب مع الشيبي لعبد الله، حرك له في الامام فيستون مايلي، لكن لازم حد يكون قريب من فيستون استلم ولعب كرة عرضية، وادي استلام من رمضان، وتسديدة فين من رمضان صبحي بعد ما يأهله اللاعب كريم حافظ في منتهى الروعة، لكن ضيع رمضان اول فرصة خطيرة لفريق بيراميدز في هذه المباراة. استلم فيستون مايلي تحت ضغط وعاد ولعب كرة عرضية، كريم حافظ عملها جميلة، ورمضان كان امامه فرصة للاستلام والتسديد، لكن وكأنه يتخلص من هذه الكرة وهذه اللعبة. غريبة من رمضان، يعني غريبة من رمضان صبحي تمام. يعني الآن وقت طويل لتعويض ضغط حمدي وكريم استمايلي وعبد الله السعيد. عبد الله يلعبها، عبد الله مايلي، استلام يصنع الفارق يا مايلي الاستلام يا مايلي، لم يستلم هذه التمريرة فيستون مايلي لعبها له جميل عبد الله السعيد، لكن طبعا كان كل تركيزه في النظر للكرة. فيستون مايلي كان لازم يشوف المكان اللي هو متواجد فيه، يعني قبل التركيب واسك وجوانين جالاكسي الفريق ايضا متواجد في دور المجموعات، الفريق البوتسواني. هذه تمريره وانفراد، مش ممكن يا فيستون مايلي تهيأت الكره امامه، كان ممكن يراوغ الحارس ويسجل بكل سهوله، لكنه بيضيع اسهل فرصه في المباراه في هذا الشوط. فيستون مايلي، برافو الشيبي، عملها جميله، وسوء تقدير في هذه الكره من جانب كلا المدافعين. وفيستر كاماكو أعلن عن نهاية الشوط الأول في هذه المباراة هنا في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي
الازرق والشرط الابيض على يسار الشاشه. يبدا بركله بدايه هذا الشوط وبدون تعديلات على التشكيله باحمد الشناوي في حراسه المرمى. امامنا يبدو انهم بيلعبوا بثلاث مدافعين في الخط الخلفي. ودي انطلاقه الشيبي موقف 1 على 1، يلعب كره عرضيه، فيستو مايلي يتركها، تسديده، جول اللعبه من بدايتها. التمريره اللي مرت على طول على الجهه اليمنى والعرضيه من جانب الشيبي والتهيئه من جانب اللاعب فيستو مايلي. هيئ الكره ببراعه، حرك الشيبي، خد مكان على الطرف الايمن ولعب عرضيه ممتازه. الشيبي وفيستو مايلي وفخري لكي بتسديده مباشره بوجه القدم اليمنى بيسجل اول هدف بيراميدز في هذه المباراه. بيراميدز 1 مازيمبي لا شيء. اخيرا تهتز الشباك في هذه المباراه. على طول لا، فيستو مايلي يبدو انه كان امام منطقه جزاء فريق بيراميدز. الشناوي وبقيه اللاعبين، تسديده لكن يمسك الشناوي بثبات، لكن التكتيك موجود، فنيات والخطط طبعا وقتل اللاعب بالنسبه للمنافس. عبد الله عدى من على كورته، رمضان من جديد لعبد الله، هاتوا الخد لكن وسط الزحمه ترجع لعبد الله. رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان، خلصها من امامه في اللحظه الاخيره المدافع، لكن جمله كانت جميله ما بين عبد الله ورمضان. عبد الله ورمضان، صفقه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر. عرضيه مرت الى ركله مرمى، عرضيه لكن مرت الى ركله مرمى. ايضا جاء مرع من فيوتشر، وكذلك مهند لاشين ومحمد رضا، ثلاثي اللي جاء من فريق مودرن فيوتشر. عبد الله لاعب تمرير لكن مقطوعه، لمين التمريره؟ مش لاي حد يعني. عبد الله لعبها وكان معتقد انه الشيبي متقدم في الامام، ودي هجمه خطيره لمازيمبي. التسديده السهله في ايد الشناوي. برافو اسامه جلال. المجموعه هتكون في لوبومباشي، يلعب على ملعبه امام ميلودي سان داونز في الجوله القادمه. الجوله الثالثه والرابعه مازيمبي هيلعب مع نواديبو. خطيره لكن وصلت لاحمد الشناوي، هذه بيا تحسر على هذه الفرصه. هذه الاعاده من جديد، كرات الهوائيه اللي بيلعبوا عليها في هذه الدقائق الاخيره من عمر المباراه. 83 لص من جانب مهند لاشين، لاتي توري، رمضان صبحي حرك له فيستو مايلي في الامام، دخل لعمق الملعب، رمضان يلعب لفيستو مايلي، هجمه خطيره، ممكن الثاني لا غريبه، راسيه خارج المرمى، مش ممكن يا مايلي يلعبها في العارضه. والمتابعه من جانب الشيبي على طول تابعها بضربه راس لكن مرت الى ركله مرمى. جميل التحرك من جانب اللاعب فيستو مايلي، وجميل التمريره من رمضان صبحي، لكن الانهاء من جانب اللاعب الكونغولي لم يكن بالشكل الامثل. مش ممكن يا مايلي. شوفوا ردة الفعل على كريم حافظ وعلى كذلك اللاعب. 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع في الشوط الثاني من هذه المباراة. ركنية وهذه رأسية لكن بعيدة بلاتي توري. بعيد عبد الله السعيد، عبد الله فيستون واخد مكان في الامام، ممكن يلعب للشيبي، يلعب كره عرضيه عاليه خطيره، الراسيه فين؟ مش ممكن، غريبه ما بين فيستون مايلي وكذلك اللاعب محمد حمدي. يعني فيستون مايلي ضيع على محمد حمدي فرصه تسجيل الهدف الثاني في هذه المباراه. تدخل بشكل غريب من جانب المهاجم الكونغولي مع محمد حمدي، وسوء تفاهم في هذه اللعبه، لكن برافو عبد الله السعيد وبرافو الشيبي. هل كان متسلل حمدي في هذه اللعبة؟ يبدو كان مرة للشيبي، نجم المباراة الأول من وجهة نظري الشيبي أو رمضان صبحي. يلعب كرة بالأمام، يا سلام، فيستو مايلي راح فيستو مايلي، يا فيستون مش ممكن. 3 فرص محققة للتهديد. عدل إجراء التبديلين، لن يجري هذين التبديلين لأنه الحكم الآن الكيني بيتر كاماكو أعلن مشاهدينا متابعينا